مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك للأهلي والأهلاوية. طبعًا المنافس ما كانش قوي، أوكلاند سيتي الأهلي قدر يتغلب عليه 3-0 بكل سهولة. الشوط الأول كان في طريقه للتعادل، والنادي الأهلي قدر في حسين الشحات من صاروخ أرض جو لا يُصَد ولا يُرَد، حطها قبل في الوقت الضايع، في الدقيقة التالتة أعتقد من الوقت الضايع من الشوط الأولاني، والنادي الأهلي طلع 1-0. الشوط التاني النادي الأهلي قدر يجيب الهدف التاني عن طريق محمد شريف، والهدف التالت عن طريق بيرسي تاو بتغييرات كولر الجميلة. يعني النادي الأهلي لعب على قد المباراة، مش عايزين حد يقول الأهلي المباراة دي ما فيهاش تحليل. المباراة دي يا جماعة ما فيهاش تحليل، ليه ما فيهاش تحليل يا عم حسام؟ عشان خاطر المنافس مش القوة اللي هي، عشان نكون واقعيين. احنا بنفرح ان الأهلي بيكسب في كأس العالم للأندية، وبيكسب نتيجة مرتاحة 3-0، واللعيبة بتاعته عندها خبرات انها تعرف تكسب وكده، بس لكن يعني المنافس مش بالقوة اللي يتقال عليها مقياس او مثلا يتعمل عليها استوديو تحليلي ورأيك ايه والجنب مش عارف ايه، ولكن نقدر نتكلم في المجمل. الاهلي جاب الثلاث اهداف بطريقه التيكي تاكا. الجميل كولر ان بدأ يلعب النادي الاهلي كرة على الارض، تيكي تاكا 1 2 3 1 2 هو ده بيتحرك، من لمسه 2 3 كعب. هو ده اللعب اللي احنا كنا عايزينه، وهو ده البهايم اللي كانوا زعلانين مننا ان احنا كنا بنتكلم على موسيماني ان هو يغور في داهيه، يقول لك ده جايب بطولات وجايب مش عارف ايه. هي مش بالبطولات، اللي كان بيعلق الكوره بيشعلق الكوره، كوره انجليزيه كل شويه موسيماني، كوره انجليزيه كوره انجليزيه، لما قرفنا وكرهنا في عيشتنا. لكن بص بقى، لما النادي الاهلي وفرقته ولاعيبه النادي الاهلي لعبت كوره على الارض، شفنا الفرق والنادي الاهلي كان عامل ازاي. اللي عايز اقوله ان حسين الشحات بيحصد نتاج اللي هو عمله، بيحصد نتاج المجهود في اخر شهرين اللي عملهم عشان يرجع لمستواه. بيرسي تاو بيحصد نتاج إن اصراره على انه يفوق من الاصابه بسرعه وانه يرجع لمستواه بسرعه. كهربا بيحصل يعني بيحصد نتاج ان هو صبر واستحمل، والاعلام الزملكاوي اللي كان بيهاجمه والناس اللي كانت بتقول كهربا انتهى ومش عارف ايه بيحصد النتاج ده. محمد هاني بيحصد نتاج صبره على مهاجمه الاعلام الاهلاوي والجماهير والكثير من جماهير النادي الاهلي عليه، لكن بيحصد نتاج ان هو بيصبر ولانه عنده ثقه في نفسه وبيقاوح وبيعافر. وصل لمستوى ولا اجمل ولا اروع، حدث ولا حرج، بقى مفتاح لعب جميل، بقى صمام امان في الدفاع جميل. كل الناس، حمدي فتحي بيحصد نتاج المجهود اللي ما بيبخلش بيه ولا نقطه عرق بيبخل بيها، بيحصد نتاجها. كل الناس، علي معلول كالعاده بيحصد نتاج حب الاهلاويه، واحمد عبد القادر برافو عليه، ولكن في الاول وفي الاخر بيزودها شويه. احمد عبد القادر عنده حته الخماسي موجوده شويه، بس محتاج تتغير وتتلعب ايجابيه. الحته الاخيره فاضل من كولر بس، بدات هنا. احنا بنقول ما بنحللش المباراه، ولكن بنقول ان في لمسات باينه من كولر، اللي معاه العصايه السحريه اللي زي ما بيقولوا كده، هو اللي ظهر لعيبه الاهلي. فاضل حته بس ان هو احمد عبد القادر اللمسه الاخيره ان هو يطورها له فيها، يا اما يشوط يخلصها، يا اما يلعب بالعرض، يا اما يعني لكن ما يلعبش الخماسي ويزود ويقرص على الكوره. الشناوي بيحصد نتاج ان هو رجع لتركيزه بقاله 3 4 شهور. محمد الشناوي واقف زي الاسد زي البطل، ما اختبرش ولكن مركز. اختبر في كام كوره في الشوط الاولاني، ولكن غير كده هو مركز. المجمل ان لعيبه الاهلي حصدت نتاج التركيز والرجوله والاحساس بالمسؤوليه والاحساس بكل حاجه. الف مبروك للنادي الاهلي، والف مبروك لجمهوره، والف مبروك لجهازه الفني. النادي الاهلي عنده المباراه الجايه قويه جدا مع منافس قوي جدا. امريكا بمنتخباتها بانديتها عندهم كوره، عندهم كوره اعلى بكتير. زي هم بص طريقه لعب امريكا زي المكسيك كده، عندهم كوره اعلى بكتير من فريق اوكلاند سيتي النيوزيلندي. هيلعبوا ان شاء الله يوم السبت الساعه 7:30. لو الاهلي كسب ان شاء الله هيبقى على موعد مع يضرب موعد مع الريال مدريد في النهائي البطوله اللي ياخد كاس العالم للانديه. فالمباراه اللي جايه بدون استهانه، المباراه دي عشان نكون واقعيين، احنا مش بنفرح ولا نزيد زي ناس بمجرد ما تكسب ماتش في الدوري تعمل بروباجندا وكده. لا، احنا لازم نتكلم ان الفريق المنافس كان ضعيف واقل من ضعيف. يعني انا عايز اقول لك الفريق ده كان يقدر يكسبه اي حد من انديه وسط الدوري عندنا. المقاولين يقدر يكسبه، سموحه يقدر يكسبه، ولكن في الاول وفي الاخر هو بطل قاره، بطل قاره الاوكيانوس. بطل قاره الاوكيانوس دي الناس اللي عايزه تسال هيقولوا
عارفين استراليا اللي هي بتبقى بطل القارة دي، استراليا يا جماعة خرجت من الأوقيانوس ودخلت طلبت تنضم للاتحاد الآسيوي، يعني بتلعب تبع بطولة الأمم الآسيوية. مين اللي دلوقتي بيلعب تبع بطولة الأوقيانوس؟ الأوقيانوس دي بتضم إيه؟ بتضم فرقة نيوزيلندا، وبتضم تاهيتي، وبتضم اسمها إيه، بنما، مش عارف إيه، وحاجات كده جزر كده، يعني زي دول كده بتتكون من 3 4 مليون بالكتير، مش مكمله، و2 مليون كمان، مجموعه جزر كده، هي قاره لوحدها، قاره الاوقيانوس. هو بطلها نيوزيلندا. ففي الاول وفي الاخر هو بطل قاره، بطل الدوري بتاعه، في الاول وفي الاخر هو بطل قاره، في الاول وفي الاخر يحترم. ولكن مش مقياس للعيبه الاهلي. المقياس عندنا ان لعيبه الاهلي بتلعب كره على الارض، بتنقل الكره من رجل لرجل، في الالتحامات كسبانينها كلها، في العاب الهواء كسبانينها كلها، بيلاقوا بعض بيتحركوا بدون كوره، في لمسات، في طفره كويسه من كولر والجهاز الفني، وفي استجابه كمان من اللعيبه. الاهم من كده في استجابه، بيبقى في مدرب عايز يعمل حاجات كتير للفريق، لكن اللعيبه مش مستجابه. لكن هنا المره دي في استجابه، يعني كارلوس سواريش المدرب اللي قبل ده، انا من وجهه نظري ما زلت مصمم ان هو مدرب كان كويس جدا، ولكن كانت اللعيبه ما عندهاش استجابه ليه، مش عشان لشخصه، ولكن ما عندهاش استجابه ليه للحاله البدنيه اللي كان فيها الاهلي، للحاله الذهنيه اللي كان الاهلي، لعيبه الاهلي فيها مش مركزه. لكن لعيبه الاهلي دلوقتي كله زي ما قلت في الماتش اللي بتاع في الفيديو بتاع امبارح، ان لعيبه الاهلي مركزه، ان لعيبه الاهلي عندهم حاله استشفاء، ما بقاش فيه اصابات، اللعيبه جاهزه. فالمقياس هو المباراه اللي جايه، تكسب فريق سياتل الامريكي، امريكا عندها كوره حلوه جدا، تكسب فريق سياتل الامريكي، تبقى على موعد مع في النهائي مع الريال مدريد. اخسر بقى من الريال مدريد 20-0، اخسر 25-0، كفايه انك انت هتلاعب ريال مدريد، هتلاعب فينيسيوس، هتلاعب كريم بنزيما، هتلاعب كازيميرو، هتلاعب فرقه، هتلاعب تيم كامل من المحترفين. يكفيك الشرف انك انت لعبت قصادهم. ولكن التركيز بقى طبعا، مش هقول ان اللعيبه ما تفرطش في الفرحه، لان كالعاده جمهور الاهلي ما بيفرطش في الفرحه، خصوصا مع ضعف المنافس، ولا مجلس اداره ولا الجهاز الفني ولا اللعيبه بتفرط في الفرحه. احنا النقطه من اول السطر، هنجهز بقى استشفاء، بكره هيبقى فيه استشفاء الخميس، والتدريب هيبقى الجمعه على طول، تدريب واحد قبل المباراه بتاعت يوم السبت. بالتوفيق للنادي الاهلي اللي مشرف مصر ومشرف العرب ومشرف افريقيا كالعاده، حدث ولا حرج. وان شاء الله النادي الاهلي يكسب فريق سياتل، ويضرب موعد مع الريال مدريد الاسباني في النهائي. انتظرونا ان شاء الله يوم السبت. ويعني ممكن نتكلم كده قبل السبت، نتكلم الجمعه كده عن المباراه بتاعت سياتل، ونجيب لكم معلومات عنها. اسف ان انا طولت عليكم، شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.